بس انا بجد يعني تعبت من الناس وحياة ربنا. شفت اللي حصل للفنان عمر كمال؟ عمر كمال طلع في لايف وطلب من شيوخ الازهر يجاوبوه فلوسه حلال ولا حرام. هو عايز حد من الازهر يطلع يرد عليا. وكان باين عليه ان هو منهار في الفيديو، شكله دخل في مناقشه مع حد وقال له انت فلوسك حرام. ظهر في الفيديو وقال انا تعبت نفسيا وعايز حد يجاوبني، وكشف عن اعمال الخير اللي هو كان بيعملها. ربنا يعلم بعمل له، او اللي عايز عمليه بعمل له. من ضمنهم حالات كانت بتغسل كلى، وحد تاني سقف بيته وقع وعمر كمال رمم له سقف البيت، وغير الشهريات اللي هو بيعملها. وقال ورايا 60 فرد من الفرقه مسؤوليه مثلا 50 60 فرد، فرقتي واللي شغالين معايا ملتزمين برواتب ومصاريف، يعني انا مش بطولي، واللي بكسبه مش بحطه في جيبي لوحدي. تحليل الفيديو بيقول ان عمر كمال دخل مناقشه مع حد قبل ما يظهر على السوشيال ميديا، وفي شخص خفي قال له ان انت فلوسك حرام وكل اللي انت بتعمله حرام، واي خير انت بتقدمه ربنا مش هيتقبل منك. ده اللي خلى عمر كمال انهار وطلع في لايف وقال عايز حد من شيوخ الازهر يجاوبني. وطبعا مش عايز اوصف لكم كومنتات كان منظرها عامل ازاي على الفيديو. في ناس كتير اتعاطفت معاه، ولكن الاغلبيه قالوا له من غير ما تروح للشيخ الازهر انت فلوسك جايبها من الرقص والغنى. وده اللي اتقال في الكومنتات. ما تنساش تكتب كومنت قبل ما تخرج من الفيديو تقول لنا رايك، وهل عمر كمال ممكن يعتزل قريب ولا هيفضل مكمل في طريقه. اشوفكم في فيديو جديد وخبر جديد.